من اسبوع ل10 ايام بمشيئة الله، وهتفتحي على السردين الحلو ده وتفطري بيه في العيد، سواء اول يوم ولا تاني يوم. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، والذكر بتاع النهارده هيكون لا اله الا الله. طول الفيديو قولي لا اله الا الله. بصوا بقى السردين وجماله كده وانا بغلفه. هاتي كيلو من السردين او 2 كيلو على حسب انتي حابه كميه قد ايه، واغسليه غسله تمام. بتفتحي الخياشيم بتاعته كده اهو من الجنب ده، من تحت عينيه كده، وتفتحي القطعه دي وتبداي بقى تنزلي الميه الوفيره عليه علشان تنزل اي تراب او اي دم او اي حاجات مش تمام. وبعد كده تحطيه في المصفى يتصفى تماما. بعد ما يتصفى تماما كده اهو، شغلي كده عليه لمده ساعه ولا ساعتين مروحه، لحد كده ما تمسكي السردينيه تلاقيها ناشفه كده لحد ما. حطي كميه بقى وفيره كده اهو من الملح. الملح ده ملح خشن مش ناعم، بشتريه من عند العطار. لو مش متوفر عندك او مش قادره انك تخرجي تجيبي ملح خشن، هاتي ملح ناعم على طول، اللي هو الملح المائده اللي احنا بنستخدمه في البيت. وحطي عليه معلقه ونص كده اهو كبيره من الشطه، وحوالي معلقتين كبار من الزيت. الزيت يعتبر كماده حافظه، هو والملح والشطه. الشطه مش بتخليه مشطشط، الشطه بس مجرد بتحليلك من طعمه، وبتمنع اي وجود بكتيريا في السمك الحلو ده، في سمك السردين. طبعا بيقولوا لك ان في سردين بلدي، بس هو صعب انك تحصلي عليه. فهاتي سردين مجمد ما يجراش حاجه. واول ما تجيبيه كده اهو اغسليه غسله تمام، وسيبيه يتصفى في المصفى كويس جدا. وبعد كده ابدأي نشفيه نشفيه كويس طبعا، ولا بنفتح بطنه ولا بنشيل راسه في المرحله دي. لما بقى يستوي كده ويبقى زي الزبده معانا، هنبدأ ان احنا ننضفه ونشيل راسه ونشيل بطنه ونشطفه كمان ويكون زي الفل. خليط الملح والشطه ده بفتح فيه السردينيه من الخياشيم من عند بالشكل ده، واملى بقى الخياشيم بتاعته كده اهو شويه ملح على شويه شطه كده اهو تمام. امليه كده اهو بقلب جامد، وما بين كل سردينيه وسردينيه كده اهو زي ما انتم شايفين حاطه شويه الملح، يعني كل سمكيه كده اهو فيها شويتين حلوين من الملح. هنا بقى وانا بكب معلقتين الزيت اتكبت مني 3 معالق كده ولا حاجه. هنا بقى حطيت ملح المائده زي ما قلت لكم، او ملح خشن، عليهم شويه شطه كمان. بتجيب بقى الملح شويه ملح على الشطه كده اهو، او شويه ملح، واروح حاطه السردين عكس عكاز بالشكل ده. واحده راسها يبقى اللي جنبها ديلها هو اللي يكون موجود، وهكذا. بتحطي كل سردينه عكس عكاز فوق ورا كل صف او فوق كل صف، برش رشه ملح بالشطه كده او بخليط الملح والشطه اللي انا عاملاه. ممكن تحطي في الكيس ده 2 كيلو، كيلو ونص، نص كيلو، على حسب ما انت بتحبيه. طبعا لو انت حابه ان هو يستوي معاكي بسرعه، ما تجيبيش السردين الحجم الكبير، هاتي السردين صغير. وطبعا احنا هنبدا بقى بمشيئه الله نعمل نواعم العيد كده، فهبدا ان انا احطه في المطبخ بتاعي جنب الفرن. لما احطه في المطبخ بتاعي جنب الفرن، هيبدا ان هو بقى يتعرض لدرجه حراره عاليه وسخونه عاليه، فهيستوي معايا بسرعه. او انك تحطيه في البلكونه طبعا تحت الشمس مباشرة، وكل يوم نقلبه. هنا بقى طبعا ادي اول كيس بتربطيه وبتفرغي كل الهواء اللي جواه، وتاني كيس وتالت كيس. حطي كده تقريبا 15 كيس ولا حاجة. اهم حاجة انك تحطي عدد اكياس كتيرة علشان يكتموا كده، والملح بتاعه يبدأ ان هو يسويه بسرعة. وطبعا زي ما قلت لك، اهم حاجة في السردين الحلو ده انك تحطيه في مكان سخن ومكان دافي. انا بالنسبة لي هحطه اجزاء كتير طول النهار، هحطه في الشمس. واول ما هبدا ان انا اعمل كحك وبسكوت العيد واشغل الفرن بتاعي فترات طويله، هدخله واخليه جنب الفرن. بصوا بقى الجمال والحلاوه. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا تنسونا من صالح دعائكم. ما تنسوش تعملوا السردين الحلو ده كل يوم. بقى قلبي كيس السردين، يعني يوم كده اهو هنخليه كده اهو، بعد شويه نخليه كده اهو، كل شويه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.